يكمل ابن الأثير: وأشرف سائر البلاد بمصر والشام. وأشرف سائر البلاد بمصر والشام على أن تملك، وخافهم الناس كافة، وصاروا يتوقعون البلاء صباحا ومساء. تعليق: إذا كان السلاطين قد هربوا من المعركة بكل عساكرهم وأسلحتهم وذخائرهم، فماذا يفعل الناس المغلوب على أمرهم المجردة من السلاح والذخيرة التي تواجه بها عساكر الفرنج؟ إضافة إلى ما قلنا سابقا أن أهل دمياط ثبتوا لأشهر أمام الفرنج، وقد غدر بهم سلاطينهم العادل وأولاده. يكمل ابن الأثير: وأراد أهل مصر الجلاء عن بلادهم خوفا من العدو ولا تحين مناص، والعدو قد أحاط بهم من كل جانب، ولو مكنهم الكامل من ذلك لتركوا البلاد خاوية على عروشها، وإنما منعوا منه فثبتوا. أقول: واقع مجريات الأمور وكما نقل ابن الأثير يثبت أن الكامل منع الناس لكي يحتمي بهم، وإلا لما هرب السلاطين وقادتهم وعساكرهم كلهم أمام الفرنج في دمياط وما جاورها، وغدروا بالناس هناك وتركوهم مجردين أمام الفرنج، ثم لم يرسلوا لهم أي نجدة وهم يقاومون المحتلين لأشهر، فالعيب في السلاطين وقادتهم وليس بالناس. وما ذكره ابن الأثير عن واقع ما حصل من ابن العادل ألا يستحضر عندكم اليقين والجزم بأن ما يحصل اليوم من منع الناس من الخروج من دولة المارقة الدواعش القتلة واتخاذهم كدروع بشرية هو نفسه ما حصل مع أهل مصر في سلطنة ابن العادل. يقول: وإنما منعوا منه فثبتوا، فاتخذ الناس دروعا بشرية من أجل الاحتماء بهم والحفاظ على مملكته وسلطنته وسلطانه وجاهه وأمواله ومناصبه، وهو كان أول الهاربين، كانوا مع قادتهم من أول من هرب أمام الفرنج.